ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. البحرين بحسابات هذه المجموعة تبحث عن التعادل فقط من أجل ضمان التأهل والصدارة. الفوز طبعا يعطيها الصدارة والتأهل بكل تأكيد، وحتى في حالة خسارة المنتخب البحريني فإن هنالك أيضا حسبة تجعله يتأهل إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة. في الجانب المقابل في نفس التوقيت هنالك في استاد الميناء يلعب المنتخب العنابي منتخب قطر مع الأبيض الإماراتي، مباراة أيضا فيها بعض الحسابات الخاصة بالتأهل والوصول إلى المرحلة الثانية. راح نقول لكم ونخليكم في أجواء المباراة وحسابات التأهل إلى الدور القادم وإلى مرحلة الدور نصف النهائي بانتظار إما مواجهة العراق بطل المجموعة الأولى ومتصدر المجموعة الأولى، وإما مواجهة المنتخب العماني وصيف المجموعة الثانية. هذه البصرة التي فتحت ذراعيها لكل أبناء الخليج ولكل من يزورها في هذا التوقيت من أجل احتضان هذه البطولة الخليجية التي غابت لسنوات وسنوات وسنوات. وهنا واحد من أجمل ملاعب كرة القدم في القارة الآسيوية وفي منطقة الخليج العربي، ملعب جذع النخلة الذي يستضيف أحداث هذه المواجهة بقيادة الحكم الروماني كوفاكس ستيفان الذي يعطي صافرة البداية والتي كانت أيضا في الدور الثالث وكانت حاسمة وانتهت بحرينية ب4 أهداف مقابل هدفين. كرة لمصلحة المنتخب الكويتي داخل منطقة الجزاء في مباراة يقام فيها مباراة العراق في نفس التوقيت. محاولة بحرينية انطلاقة من الجهة اليسرى، سيد ضياء الحميدان يسجل أول الأهداف ويعلن عن تقدم الأحمر البحريني من أجل العلامة الكاملة. حامل اللقب يسير بخطى ثابتة إلى الدور القادم، إلى الدور القادم. الصدارة وإلا فلا، الصدارة وإلا فلا. وصلت إلى سيد ضياء، ضياء أنار الطريق أمام البحرين من أجل أول الأهداف. والحميدان أي طريقة يمتلكها وأي أسماء وعناصر حاضرة بحرينية. لا 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 لا. سليمان عبد الغفور، سليمان عبد الغفور يتألق ولو جاءت الراية، ولو جاءت. خالد محمد إبراهيم ابن كرة أو نجم كرة القدم الكويتية والمدرب السابق للمنتخب الكويتي محمد إبراهيم أحد الأسماء البارزة في البطولة. البحرين الأبرز، البحرين الأبرز، البحرين الأبرز، البحرين الأبرز. لا 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 لا. ضاعت على مهدي، ضاعت على عبد اللطيف. مهدي أول سجل ومهدي ثاني ضيع هذه الكرة وهذه اللقطة وهذه المحاولة. مهدي عبد اللطيف يلعب كرة مرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى عند المنتخب الكويتي، ركلة مرمى عند المنتخب الكويتي في بطولة الخليج الثانية وانسحبت من تلك البطولة وهي بطولة الوحيدة التي غابت عنها، لكن تعود الظهور، تعود الظهور، تعود الظهور. إذا ما كان هنالك شيء يستحق الشكر في الكويت فالشكر لسليمان عبد الغفور. نعم الشكر، كل الشكر لسليمان عبد الغفور على ما يقدم. ما تغلبونه. وفي الجانب المقابل يهدف الأزرق أيضا. هنا كرة بمحاولة عرضية رأسية. شبيب يعيد الأمال ويعيد الكويت إلى البطولة، يعيدها في اللحظات الأخيرة وبهدف التعديل. عرضية من القلاف، طار 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 طار. لا 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 لا. هذه العرضية وهذا شبيب الخالدي يسجل التعديل. مع العلم بأن
الحكم أضاف دقيقتان، انتهت الدقيقتان الآن وانتهت بتعادل إيجابي ما بين المنتخبين. البحرين أولا عن طريق الحميدان، ونجح المنتخب البحريني في التأهل مع المنتخب السعودي في هذه أو في تلك المجموعة في النسخة الماضية. محاولة مرتدة بحرينية خطيرة من الجهة اليسرى، لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت بتسديدة لكن أيضا ما بين العراق وقطر حتى الآن واللقاء الثاني ما بين عمان والمنتخب البحريني. كرة فيها محاولة تأتي للمنتخب الكويتي، ملعوبة في الجهات اليسرى، انطلاقة كويتية الآن، البحث عن العرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة ملعوبة خطيرة صدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، انطلاقة من حمد القلاف في الجهات اليسرى وعرضية بعد ذلك من عيد الرشيدي، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب الكويتي على يسار حارس المرمى سيد محمد جعفر. هذا هيليو سوسا تقدم في المباراة الأولى وتأخر في المباراة الثانية ونجح في العودة والانتصار، والآن متعادلا بهدف لهدف. مع محاولة لمصلحة منتخب الكويت وأبعدت في التوقيت المناسب. ظهرت هذه النتيجة مرتين في تاريخ لقاءات الفريقين في بطولات كأس الخليج. أولا في خليج 8 كرة بمحاولة ملعوبة، قد تتغير النتيجة داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع وفيها سقوط في أرضية الميدان، وحكم المباراة يعلن عن استدعاء. شوف يا سلام من عيد، حلوة الكرة الماضية بالكعب، مبارك اثنين عرضية، ومن ثم الالتحام والسقوط في أرضية الميدان ما بين اللاعب. مباراة التحديد المركزي الثالث، سلامات لشبيب الخالدي أفضل حارس أيضا في خليج 8 في البحرين. وقدمت الآن السيد محمد جعفر كرة بانطلاقة من الجهة اليسرى، الآن محاولة تقدم من عيد الرشيدي، تدخل وحكم المباراة يشير إلى الاستمرارية من أمين بن عدي، والحكم الروماني ستيفان كوفاكس أشار باستمرارية اللعب. تحولت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة المنتخب البحريني، محاولة من محمد مرهون، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد يأتي عن طريق اللاعب حسن حمدان. هنالك يبدو عيد الرشيدي في أرضية الملعب، والكرة تعود الآن للمنتخب الكويتي أمامية. قام عيد الرشيدي وحكم المباراة الآن يذهب للاطمئنان على عيد الساقط في أرضية الملعب بعد الكرة اللي كان فيها التحام ما بينه وما بين أمين بن عدي. بينما هذه الكرة وهذه المحاولة وهذه اللقطة اللي سقط فيها اللاعب مهدي الحميدان، هذا التدخل اللي كان من بن عدي على عيد الرشيدي. والمدافع الحاضر في تشكيلة المدرب البرتغالي روي بينتو هو من أبعد الكرة وعادها إلى استلام عبد الغفور. تعود المحاولة بعد ذلك بصافرة وخطأ لمصلحة علي مدن، بطاقة حمراء تظهر على حمد القلاف، البطاقة الصفراء الثانية. نعم هذه الكرة هنا نعم مستحب هذا الانذار الثاني. وبالتالي لو تقدمت الإمارات فإن الكويت هي المنتخب المتأهل إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة. نعم هي الكويت الإمارات سجلت في شباك المنتخب القطري. كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة، سليمان عبد الغفور، خطيرة جدا. الله على ردة سليمان. لو تأهلت الكويت فيجب أولا تكريم سليمان عبد الغفور من خلال هذا اللقاء وما قدم في شوطي المباراة. نعم في شوطي المباراة، وعلى متغيراتها وعلى تبدلاتها وعلى تحولاتها، ممكن في أي لحظة أن تتغير الأمور. كرة بمحاولة وتسديد، حلوة الكرة الماضية والتسديدة من علي خلف إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. هذه الكرة من مسافة بعيدة. ليلة البارحة قائد المنتخب العماني حارب السعدي سجل هدفا جميلا من خارج منطقة الجزاء. عادت الكرة بعد ذلك لمصلحة المنتخب
البحريني. أمامية ملعوبة، فرصة خطيرة من أجل الهدف الثاني، لكن سليمان عبد الغفور وهنا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع. نعم، من الوقت بدل الضائع، كرة برأسية خطيرة جدا إلى خارج أرضية الملعب، سجل أو سدد الكرة الرأسية الماضية علي حرم، لكن كرة علت العارضة. الكرة الآن عن طريق علي مدن، لكن أيضا تغطية وإبعاد، تحولت أمامية لمصلحة المنتخب الكويتي. عودت بحرينية معها، انطلقت صافرة نهاية الأحداث. مشاهدين الكرام، متابعي قنوات الكاس في كل مكان، بنتيجة التعادل الإيجابي ما بين المنتخبين 1-1. البحرين في صدارة هذه المجموعة، وبالتالي مواجهة المنتخب العماني يوم الاثنين القادم في استاد ملعب البصرة الدولي.